كرة وصلت للريال، لعبت بينية ووصلت، نعم، ووصلت مرة أخرى وصارت أخطر، صارت أخطر الآن. الله الله، ضيع كريستيانو رونالدو وأتى هيغوين، وهيغوين شوف هذه صح، شوف راح تشوفها مرات ومرات بالعرض البطيء، عطني اياها بسرعه على اساس نقارن ما بين ضربه الجزاء اللي سددها كريستيانو رونالدو القريبه طبعا، وما بين الكره اللي سددها هيغوين الان. يعني شوف الفارق امامك الان، راح تشوف الفارق امامك. لاحظ معي كريستيانو رونالدو صنع الكره بهذا الشكل الى اوزيل. هيغوين لاحظوا الكره وين؟ الكرة في الزاوية قرب المقص الأيسر على يسار حارس المرمى غوركا إيرايزوس، وبالتالي هيغوين يسجل الهدف الأول في المباراة. هكذا تعبر الكرة وهكذا تدخل الكرة، تكون قوية، تكون مارسيلو بيلسا، وطبعا بالخبرة الكبيرة لمارسيلو بيلسا. لكن النهائي راح يكون ما بين أرجنتينيين. ممكن جول، ممكن جول، جول الريال في الطريق الصحيح. الهدف الثاني مباشرة يتقدم مسعود أوزيل. عادة هو اللي يصنع الأهداف، ولكن الآن تصنع له الأهداف مسعود أوزيل. عنده هدف واحد في الليغا تصور، ولكن عنده 16 تمريرة، صنع 16 هدف، هو الصانع الأول في الليغا. لكن شوف 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 ولاحظ معي من يصنع الأهداف اليوم، إنه العملاق البرتغالي كريستيانو رونالدو. أضاع ضربة الجزاء نعم، ولكن ساهم في الهدفين. لاحظ معي، يا سلام يا سلام، كرة ما فيها عقد على الإطلاق، ما فيه مشاكل، مثالية إيرايزوس. إذا إلى الضربة الركنية، ما في شيء كبير من جانب أتلتيك بلباو مع بداية الشوط الثاني. يتعرض للضغط، جول جول جول. قربت من مدريد عدل، كريستيانو رونالدو يقربها عدل من مدريد، وبالتالي عند الدقيقة الخامسة يسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث، الهدف رقم 44. باقي له جولين على اساس يوصل الى ميسي. الكرة الرأسية هي قوية، شوف يوم ما سدد ضربة الجزاء ما كانت قوية، لكن لاحظ الرأسية هنا قوية، وبالتالي في مرمى غوركا إيرايزوس، ومعلنة عن تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد. تقرب وايد.